أنا ليلى، وكنت بشتغل في مكتب عقارات صغير في عمارة قديمة في شارع مسلم جنب محطة مصر. المكتب ده بيعرض شقق قديمة للإيجار أو للبيع، وكل الملفات بتكون مترتبة في دولاب خشب كبير. بس من أول يوم ليا وأنا شايفة ملف واحد بس محطوط لوحده وعليه تراب، وعلى الغلاف مكتوب بخط غريب: شقة رقم 9 لا تعرض، ممنوع فتح الملف. في البداية الفضول خلاني أسأل مديري عن الملف ده. قال لي ده ملف ملعون، كل اللي قرب منه حصل له حاجة. ضحكت وقلت له يمكن شقة مسكونة. رد عليا من غير ما حتى يبتسم: الشقة دي ما فيهاش سكان، الشقة دي هي اللي بتسكن فيك. عدى أسبوع وأنا كل يوم عيني تروح ناحية الملف، وفي يوم كان المدير مشى بدري وأنا كنت لوحدي في المكتب. الهدوء غريب، مفيش أي زباين، فقلت لنفسي همسك الملف وهقرا بس. فتحت الملف، أول صفحة كانت فاضية، لكن تاني صفحة كان فيها صورة قديمة جدا لشقة باين عليها إنها واسعة. بس في الصورة باين فيها باب مقفول وجنبه واحد واقف ملامحه مش باينة، ومكتوب تحت في الصورة: آخر صورة اتاخدت قبل الاختفاء. الصفحات اللي بعدها كانت عبارة عن محاضر الناس بلغت فيها عن أصوات في الشقة رغم إنها فاضية، وإن كل اللي بيدخلها بيبدأ يسمع حد بينادي باسمه. وفي آخر الصفحة جملة متكررة: الساعة 9 الباب بيتفتح. رجعت البيت وأنا قلبي مقبوض. بس من يومها كل ليلة الساعة 9 موبايل المكتب بيرن ومن غير اسم، ولما برد بسمع صوتي أنا، بس بهمس وبقول: روحي افتحي الباب. في مرة قررت ان انا اروح اشوف الشقة بنفسي. العنوان كان مكتوب بخط ايد: شارع النور المقطوع، عمارة 17 الدور التاني، شقة رقم 9. لما رحت العمارة كانت مهجورة بالكامل، لكن الباب الرئيسي كأنه بيستنيني. طلعت الدور التاني، وقبل حتى ما ألمس الباب اتفتح لوحده بهدوء مخيف. دخلت الشقة، ريحتها كأنها تراب بحاجة محروقة. المكان شكله ثابت من السبعينات، وكل ساعة حيطانها فيها شروخ بتشكل نفس العلامة. لقيت أوضة مقفولة ومكتوب على بابها: اللي يدخل لازم يكمل، ولو خرج بيخرج ناقص. بدأت أرجع لورا وقررت أخرج، لكن الباب اللي أنا دخلت منه اختفى، بقى مكانه حيطة، وكأن الشقة بتغير جوها. كل ما ألف في طرقة بلاقي نفسي في نفس الأوضة تاني، بس المرة دي فيها مراية. ببص في المراية لقيت نفسي لابسة لبس قديم مش بتاعي، وفي ايدي ورقة مكتوب فيها: كل اللي قبلك مخرجوش وانتي جيتي دورك. المرعب ان في صورة على الحيطة فيها موظفين مكتب عقارات، ومنهم واحدة شبهي، والتاريخ اللي تحتها: ليلى 1977. ازاي انا مولودة 2000؟ انا رجعت المكتب، او على الاقل ده اللي انا كنت فاكراه. بس من يومها الناس ما بقتش ترد عليا، وكل ما ابص في المراية ما بشوفش نفسي، بشوف الشقة، بشوف باب مقفول وحد واقف جواه بينادي باسمي. وانا بقيت انا بقيت مش متأكدة هل انا خرجت ولا انا لسه جوه الشقة رقم 9.